اوليفيرا هو من سجل الهدف الوحيد، وكذلك اوكيكي سجل لنادي نوروز، وايضا يونس عبد من سجل لنفط ميسان، وايضا بنيامين اكور وياسين ساميه بتلك المباراه التي انتهت بهدفين لهدف لمصلحه نادي نفط ميسان. هناك محاوله اخرى تعود بوسط الملعب ولا زالت مستمره حتى الان، لتلعب هناك باتجاه اللاعب جعفر، يحاول لبنيامين اكور، بنيامين من بنيامين لرامي بالراس، هي هذه الكره لبنيامين، مرت يا بنيامين وهناك حتى غادرت ندية الملعب، فتستمر بندية هذا اللقاء بإثارة هذه المباراة والبحث عن هدف أول، فمن يفتتح التسجيل ومن سيسجل أول أهداف اللقاء. الكرة غادرت أرضية الملعب، وهذا إيفاني الواضح بالصورة، الكابتن حامد طالب هو من يضبط اللقاء وعلى التنفيذ على سعد، هذا واحد من مواهب ميسان على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة الركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. هل يعود لميسان للعمارة ب3 نقاط هنا بالملعب السليمانية؟ نترقب ونشاهد. نعم أحبت، لابد أن تكون النقاط الثلاثة حاضرة بهذه المباراة. كابتن علي عبد الجبار خلفا للكابتن محمد كريم، وكذلك هذا الفريق بعدة مباريات. نفط ميسان أيضا لعب خارج أرضه 17 مباراة، واليوم المباراة رقم 18 يلعبها خارج أرضه، بينما لعب بملعب ميسان الأولمبي 13 مباراة، كان ملعب الافتراضي مرة في البصرة ومرة في ملعب الكوت. هذه كرة عادت مرتين، لكن بالبصرة عادت، والكرة أخرى هنا بوسط الملعب بتمريرها ونقله مرة وللأمام. هذا ستار يلعبها ستار ولأمجد يترك هذه الكرة تغادر أرضية الملعب. أمجد يترك هذه الكرة تغادر أرضية الملعب. التعادل مستمر بالدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول أحبتي كما تشاهدون، لا شيء لنادي نفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز بعد محاولة اللاعب ستار ياسين التي غادرت أرضية الملعب، فمن يفتتح التسجيل؟ نفط ميسان. هنا النظرات للكابتن وتوجيهات علي عبد الجبار وكادري المساعد. هذه الكرة عدت، يأتي الإبعاد، هنا تخلص بوسط الملعب رامي، بينما على سعد إيفاني بوسط الملعب، نقلة من إيفاني مرت هناك وتستمر محمد دلاور لراستيكو فريق. بهذه الكرة انقطعت، عادت من بنيامين أكور، وهناك من بنيامين رامي يعيدها لأمجد. أمجد هناك اتجاه اللاعب حسين عامر يعيد الكرة حسين، ما زالت بأقدام أمجد. هل يلعبها للأمام من أمجد طويلة، هذه كرة أمامية والارتقاء يأتي الإبعاد بالراس وتغادر أرضية الملعب. هذا محمد دلاور هو من حاول بالكرة الماضية، ولا زالت الأمور مستمرة حتى الآن. سجاد محمد لعب لمنتخبنا الشباب ولاعب نادي نفط ميسان، تمريرة من سجاد، هناك الكرة تلعب والارتقاء بالراس من الإبعاد يأتي من اللاعب معروف يوسف، هذا معروف، وهناك سامويل، والكرة تعود تتهيأ في وسط الملعب، نقلة هناك من محمد لراستيكور لفريق يلعبها، وإيفاني يحاول هنا الكرة للاعب إبراهيم والعرضية والتسديد من إبراهيم مرت بعيدة على المرمى، غادرت أرضية الملعب. محاولات تأتي خطيرة من اللاعب إبراهيم أو موسى عدنان، وهناك أوليفيرا ومروان حسين، هذا الرباعي الخطير، فيعرف كيف يتعامل مع هكذا مباراة المدرب السوري نزار محروس. وشاهد تسديدة اللاعب إبراهيم توميو، هذا اللاعب عنده 13 هدف وواحد من هدافين نادي نوروز، وكذلك أوليفيرا عنده 6 أهداف، ومروان حسين صاحب 10 أهداف مع نادي نوروز. تلعب الكرة هناك لتعود مرة أخرى، تتهيأ بوسط الملعب، نقلة من علاء يتراجع، يعيد الكرة لحسين عامر. حسين عامر يتعافى بعد الإصابة ويعود لصفوف نادي نفط ميسان، يكون في التشكيلة الأساسية سامويل سواليو. الكرة بوسط الملعب، هنا لا زالت مستمرة
بتمريرة اللاعب معروف يلعبها وللأمام، كرة بالراس تتخلص لتعود مرة أخرى بوسط الملعب، يأتي الإبعاد دلاور، هناك إيفاني لمحمد دلاور إسماعيل، تتهيأ الكرة بوسط الملعب هناك باتجاه موسى عدنان، بينما وصل السهل للحارس أمجد رحيم. أمجد حسين اللي يمر الكرة لسجاد، لكن عادت سواريو مرة أخرى يلعبها لسامويل بها من سامويل لرامي تهيأت هذه الكرة من بنيامين كور، بينما تنقطع هناك من ديار يا أخي ويأتي الإبعاد من أحمد خالد. هذا اللاعب لعب لنادي الميناء، هناك من ديار يا أخي ومعيدة تلك الكرة وغادرت أرضية الملعب. حسين شاهد هنا توجيهات الكابتن علي عبد الجبار، فمرت هناك بنقلة لا زالت مستمرة وبوسط الملعب سجاد يحاول، بل تتهيأ الكرة هناك من اللاعب معروف يلعبها ولا زالت الكرة مستمرة هناك معروف لتعود مرة أخرى الكرة من سجاد، بينما هناك جعفر ناصر يحاول من الجهة اليسرى، بينما هنا المحاولة تستمر وتنقطع لتعود بوسط الملعب، نقلة مستمرة هي عدت أوليفيرا، يحاول أوليفيرا يلعب هذه الكرة لموسى ويأتي الإبعاد من سواليو، أبعدها سواليو وغادرت أرضية الملعب. سواليو العاجي هذا اللاعب مثل نادي القادسية السعودي، أبعد هذه الكرة وقلب الدفاع لنادي نفط ميسان، بينما هناك سامويل بها الكاميروني وكذلك رامي الوسماني هذا هو اليمني، ومعروف يوسف النيجيري. هذه الكرة الآن بنيامين أكور كذلك محترفين بصفوف نادي نفط ميسان، وأيضا هناك برازيلي ونيجيري وكاميروني. عدت هذه الكرة بهذه التسديدة خطيرة جدا وغادرت أرضية الملعب، بينما العارضة بعد تلك التسديدة الرائعة والجميلة التي تحرم نادي نوروز من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من مكان بعيد. شاهد هنا الإعادة وهذه التسديدة من محمد دلاور، هو سدد من خارج منطقة 18 والعارضة تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب بهذه التسديدة. شاهد هنا الإعادة بهذه التسديدة التي غادرت أرضية الملعب. لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل. نعم، أول ربع ساعة يمضي على أحداث الشوط الأول والتعادل ما زال مستمر ما بين نفط ميسان ونوروز، وعدت هناك من جعفر ناصر، جعفر يلعب هذه الكرة العرضية، الارتقاء من بنيامين كور وغادرت أرضية الملعب. سلامة لبنيامين كور، وهذه الكرة غادرت أرضية الملعب مستمرة حتى الآن، وما زلنا نشاهد ونترقب أحبتي فمن يفتتح التسجيل. هل سيكون هناك هدف أول بهذه المباراة؟ سلامة لبنيامين كور، عادت الكرة هناك من المدافع أحمد، يلعبها لتعود قريبة أحمد خالد، يأتي الإبعاد بوسط الملعب من معروف يوسف لسامويل بوسط الملعب، هو من يحاول الآن. سامويل يلعبها من سامويل لجعفر، بين سامويل وجعفر ولكن تنقطع، يأتي الإبعاد هناك محمد لموسى عدنان، تتخلص الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. نعم، وما زلنا نشاهد، ما زلنا نترقب، والتعادل مستمر ما بين نفط ميسان ونادي نوروز الذي يبحث عن تحقيق النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم، وكذلك نادي نفط ميسان أيضا يبحث عن 3 نقاط. فهل ينجح نفط ميسان ويعود للذهاب ب3 نقاط هنا من ملعب السليمانية، أم ستبقى نقاط المباراة بهذا الملعب؟ هنا المحاولة بنيامين، لكن هناك خطأ على اللاعب سامويل بعد التدخل مع اللاعب إيفاني بالكرة الماضية. شاهد هنا الاشتراك من سامويل
بهاء وإيفاني. لازلنا نترقب ونشاهد أحبتي فمن يفتتح التسجيل بمباراة اليوم. الشرطة عزز الصدارة بفوزه على نادي القاسم بهدفين دون رد، وكذلك نادي اتهوك تغلب على نفط البصرة بهدفين دون رد، والكرخ تغلب على نادي نفط الوسط بهدفين مقابل هدف، والميناء تعادل امام الكهرباء. مرت الكرة هنا المحاولة وهناك صافرة. حسين عامر نعم يبقى في ترتيب متصدر ترتيب الدوري نادي الشرطة برصيد 70 نقطة، وينتظر مباراة القوة الجوية أمام الزوراء بهذه الجولة ضمن منافسات الجولة 31. وهل يقلص الفارق ويعود الفارق نقطة واحدة بينما بين الشرطة كذلك القوة الجوية عند مباراة مؤجلة وحاليا برصيد 66 نقطة، بينما الزوراء يحتل المركز الثالث ب 57 نقطة وزاخو في المركز الرابع 52 نقطة. ميسان بالمركز العاشر ونوروز صاحب المركز السابع. نعم هبط ميسان لعب 30 مباراة، حقق الفوز ب8 وتعادل ب 13 مباراة وخسر 8 مباريات. كذلك نادي نوروز فاز ب 12 مباراة وتعادل ب8 وخسر 9 مباريات. عادت الكرة هناك بوسط الملعب، نقلة لا زالت مستمرة حتى الآن، وهناك كرة تعود بوسط الملعب تتهيأ من سجاد يلعبها سجاد والكرة لمعروف، معروف بوسط الملعب. عادت هناك الكرة من علالي تعود مرة أخرى سجاد، سجاد يمجد، أمجد ينتظر البضع الزميل حتى يلعب كرة الأمام من أمجد رحيم. كرة بالراس من بنيامين أكور، بنيامين أكور. أكيد تكون الغيابات مؤثرة عندما يكون هداف الفريق غاب عن المباراة، فهل يتمكن بنيامين أكور أم حيدر عبد الرحيم؟ لن نرى حيدر حتى الآن ولن تصل الكرات لحيدر عبد الرحيم. الكرة عدت هناك محاولة مستمرة أوليفيرا والعرضية تأتي ولكن غادرت أرضية الإبعاد كان حاضر بالكرة الماضية وأبعدت وغادرت أرضية الملعب. لازلنا نشاهد لازلنا نترقب حتى الآن تستمر ندية هذه المباراة وهذه المحاولات. وهنا جماهير نادي نوروز المساندة ودلاور على التنفيذ من محمد إسماعيل والكرة بالراس عدت طالت وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية. لا زالت المباراة مستمرة بهذا التعادل ما بين الفريقين، لا شيء لنادي نوروز ولا شيء لنادي نفط ميسان بهذه المحاولة من إبراهيم توميو التي غادرت أرضية الملعب، وكذلك هي طالت على مروان حسين. شاهد بهذه الراسية تعاد من أكثر من مرة بعد ما غادرت أرضية الملعب. ما زلنا نشاهد بينما من يصارع على الهبوط في دوري نجوم العراق والأكثر استقبالا للخسارة هذا الموسم ولن يحقق الفوز بأي مباراة نادي نفط الوسط، حيث خسر 19 مباراة وتعادل ب 12 مباراة، ويلي نادي كذلك أمانة بغداد خسر 16 مباراة وتعادل ب10، وأيضا بنفس النتائج نادي القاسم خسر 16 مباراة وتعادل ب10 مباريات، ونفط البصرة كذلك من الأندية التي خسرت 16 مباراة وتعادل ب9 مباريات فقط. كربلاء أيضا خسر ب13 مباراة وتعادل ب9، والميناء أيضا خسر 13 مباراة. هذه الأندية الأكثر استقبالا للخسارة هذا الموسم، ويبقى نادي نفط الوسط هو الأكثر استقبالا ومتذيل الدوري آخر الترتيب لدوري نجوم العراق هذا الموسم. هناك كرة عدت، أكيد إذا استمرت هكذا الأمور بهذه الجولات المتبقية 7 جولات ستكون هناك أو 8 جولات متبقية لدوري نجوم العراق. بعد هذه الجولة 7 جولات أكيد حتى وأن حقق الفوز بجميع المباريات
من الممكن أن يكون هناك أمل بين الأندية التي تنافس أيضا على الهبوط وفي المراكز الأخيرة أمانة بغداد ونفط الوسط ونادي القاسم، فمن سيقفز بسلم الترتيب ومن سيتقدم ليحافظ على مكانه للموسم القادم. هذه عادة الكرة هناك من سامبيل يلعبها تتهيأ، لكن طارت على اللاعب رامي الوسماني، طارت على رامي الوسماني وغادرت أرضية الملعب لتعود هناك من إبراهيم يلعبها، مرت يا إبراهيم والكرة عدت بنفس التوقيت. الطلب يلاعب نادي الحدود بهذا التوقيت، وكذلك بعد هذه المباراة ستكون مباراة أمانة بغداد وأربيل. أحمد خالد يلعبها اليوم 3 مباريات وغدا كذلك 3 مباريات. كربلاء سيواجه نادي النجف في مباراة الديربي للفرات الأوسط، ومباراة زاخو أمام النفط والقوة الجوية بمواجهة نادي الزوراء. الحدود في الموسم في المباراة الماضية تغلب على نادي نوروز، ونوروز يريد أن يعوض الخسارة أمام نادي نفط ميسان. نفط ميسان كذلك نعم هذا النادي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية هناك في ميسان، كذلك يبحث عن النقاط ال3 لمصالحة جماهيره بعد التعادل أمام نادي كربلاء سلبا من دون أهداف. هل يخطف 3 نقاط؟ دائما ما ترى نادي نفط ميسان عندما يلعب خارج أرضه يقدم مباريات كبيرة ويأتي بالفوز، أو أحيانا ترى يعود بتعادل ثمين من خارج أرضه، لكن بأرضه لم يكن موفقا، وخصوصا عندما يلعب بملعب ميسان الأولمبي لم يحقق الفوز خلال 13 مباراة لعبها بملعب ميسان الأولمبي، لم يفوز إلا بمباراتين، فاز على نادي الميناء 3-0 وفاز على نادي كربلاء 3-0 بملعب ميسان الأولمبي من أصل 13 مباراة، بل خسر 4 مباريات بأرضه وتعادل ب7 مباريات هناك بميسان بعد ما تعادل نعم ب7 مباريات وخسر من القوة الجوية من الفوق ومن نفط البصرة ومن الطلبة في ملعب ميسان الأولمبي. لكن عندما يلعب خارج أرضه نعم شاهدنا لعب 17 مباراة خارج أرضه، فاز ب6 مباريات وخسر 4 وتعادل كذلك ب7. 6 مباريات خارج أرضه حقق فيها الفوز على نفط البصرة والنفط ونفط الوسط والطلبة والحدود والقاسم، وكذلك استطاع أن يجمع 25 نقطة من أصل 51 نقطة في المباريات التي لعبها خارج أرضه، بينما في أرضه جمع 13 نقطة من أصل 39 نقطة. واليوم يلعب هذه المباراة خارج أرضه رقم 18 خارج الديار. هل يعود ب3 نقاط نادي نفط ميسان من ملعب نوروز بهذه المواجهة أمام نوروز بعد ما خسر في مباراة الذهاب؟ عدت الكرة وغادرت أرضية الملعب. نعم غادرت أرضية الملعب هذه الكرة، وبتلك المحاولة لا زالت هذه المحاولات هي مستمرة بين الفريقين. نشاهد ونترقب. بالمناسبة عندما تواجه الفريقين في مباراة الذهاب كان نفط ميسان مع المدرب هيثم الشبول، وأيضا نادي نوروز كان مع الكابتن ولي كريم والكابتن المساعد فاروق عبد الواحد مدرب اللياقة البدنية لنادي نوروز، وكذلك هو واحد من أبناء ميسان. وهنا المحاولة عدت وغادرت أرضية الملعب، واجه فريق محافظته وتغلب على فريق محافظته بتلك المباراة. واليوم أيضا الكادر التدريبي لنادي نفط ميسان كابتن علي عبد الجبار والمساعد الدكتور غياث سالم، مخلد علي وصالح سلطان مدرب الحراس، مخلد كذلك وحسنين عيسى مشرف الفريق، ونهاد غانم المدير الإداري لفريق نادي نفط ميسان. لا زلنا نترقب والكل يشاهد وينتظر لحظة الهدف هل تكون لصاحب الأرض. هنا لمحمد دلاور يلعبها وكرة بالراس تتهيأ، لكن يأتي الإبعاد تتخلص إيفاني، مرت لجعفر ناصر من جعفر ناصر والكرة بوسط الملعب لا زالت من علاء سعد، تغيير مسار الكرة طويلة للجهة اليمنى وبعيدة تصل لتشومان، هنا للحارس شومان أحمد محمود وبعيدة
غادرت أرضية الملعب. تستمر الكرات الطويلة وتغادر أرضية الملعب. علي عبد الجبار بعد ما درب نادي القاسم وانتقل يكون خلفا للمدرب محمد كريم. شاهد الآن محمد علي كريم. هذا هو رامي من رامي الوسماني. ملعوبة الكرة بوسط الملعب. محاولة العبور إبراهيم. مر إبراهيم توميو. إبراهيم يلعبها هناك باتجاه أوليفيرا لن تصل لمروان حسين وانقطعت الكرة لتعود من سامويل. أبها يلعب الكرة للأمام. لا زالت مستمرة بنيامين وطالت هناك الإبعاد من أحمد خالد. يتدخل أحمد خالد ويبعد الكرات الماضية عن اللاعب بنيامين بعد ما حاول أن يعدي بكرة لكن أحمد خالد متواجد. خلص الكرات الماضية. رامي الوسماني وشاهد هناك توجيهات لمدرب الفريق الوسماني إلى أن يتجه رامي الوسماني. في هذه اللحظات لابد أن تكون الأهداف حاضرة بمباراة اليوم. على تنفيذ كرة التماس من رامي وتعود هناك لحيدر عبد الرحيم. كرة بالراس من بنيامين أكور لكن إيفاني بوسط الملعب يلعبها لموسى. تتهيأ وتعود من موسى عدنان والكرة بوسط الملعب من محمد. يلعب هذه الكرة لتعود للحارس أمجد رحيم. أمجد رحيم يا أمجد. عادت الآن من أمجد وتعود مرة أخرى الكرة هناك من حسين. هل يلعبها باتجاه سجاد أم يلعب الكرة أمامية هناك لحيدر عبد الرحيم. لعب لنفط البصرة لعب النجف وعادت الكرة هنا مرة أخرى تعود هي بوسط الملعب ولا زالت مستمرة لتعود أخرى هذه الكرة لنقلة ما زالت مستمرة الآن. نعم ربما كان من الممكن أن يكون هناك في التشكيلة الأساسية للكابتن علي عبد الجبار. دائما ما نرى اللاعب علي لطيف يكون لاعب صانع العاب أو خلف المهاجمين ويستغل غياب اللاعب علاء الدين الدالي ليكون هذا اللاعب هو مساند للمهاجمين ويقوم بإيصال الكرات إذا كان هناك بنيامين أكور أو جعفر ناصر أو حيدر عبد الرحيم. شاهد حيدر عبد الرحيم نعم مشتت بهذه اللحظات ولن تصل الكرة بسلاسة لهذا اللاعب. وهنا الكرة تتهيأ من اللاعب بنيامين أكور لكن جعفر ناصر يحاول الآن. جعفر ناصر قريب من منطقة 18 يحاول أن يدخل منطقة العمليات وبنيامين حاول. مر بنيامين عدى بنيامين وهناك صافرة وخطأ على اللاعب بنيامين أكور. سلامة اللاعب محمد دلاور. صافرة حكم المباراة حامد طالب. شاهد هنا الإعادة ما بين اللاعب في شيء على ما يبدو. لن تصل قدم اللاعب بنيامين أكور إلى اللاعب دلاور. كان هناك تدخل وأصاب اللاعب دلاور باللقطة الماضية. شاهد حتى تكون هناك الإعادة ليتأكد حكم المباراة بعد محاولة العبور لكن كان حكم المباراة قريب وهو من احتسب وأعطى قرارا بالخطأ على اللاعب بنيامين أكور في اللقطة الماضية. نفط ميسان كما ذكرنا يحتل المركز العاشر. فاز ب8 مباريات أكبر فوز عنده هذا الموسم وعلى نادي الطلبة 4-0 وتغلب على نادي نفط البصرة في مباراة الذهاب 2-0 هناك بأرضه وكذلك يتغلب على نادي الميناء 3-0 وعلى نادي القاسم 3-0 و2-1 على نادي الحدود. كذلك أيضا غلب على نادي كربلاء 3-0 وعلى نفط الوسط 2-0 وعلى النفط 2-0. كذلك هذه النتائج التي فاز بها أغلب هذه النتائج التي حقق بها نادي نفط ميسان الفوز هي كانت خارج أرضه باستثناء مباراة أمام الميناء كانت في ملعب ميسان وأيضا مباراة أمام كربلاء كذلك كانت بملعب ميسان الأولمبي. بينما تعادل أمام النجف سلبا من دون أهداف. تعادل بهدف لمثله أمام الزوراء. أمام نفط الوسط بهدف لمثله بملعب ميسان. أمام زاخو تعادل سلبا. أمام نوروز تعادل بهدفين مقابل هدفين. كذلك وهناك بملعب ميسان الأولمبي. وهنا أيضا تعادل أمام نادي أربيل
بهدف لمثله، وتعادل أمام الكرخ سلبا من دون أهداف، تعادل أمام النفط سلبا من دون أهداف، وأمام بغداد والقوة الجوية أيضا بهدف لمثله، أمام الكهرباء من دون أهداف، وأمام القاسم في مباراة الإياب كذلك تعادل بهدفين مقابل هدفين، أمام الحدود تعادل بهدف لمثله، أمام كربلاء تعادل سلبا من دون أهداف، وأمام غلبة خسر من أمانة بغداد في أولى مبارياته دوري نجوم العراق هناك بملعب الكوت الأولمبي بهدف مقابل لا شيء، بينما كذلك خسر من الكهرباء بهدف مقابل لا شيء. أقصى خسارة تلقاها هذا الموسم هي 4-0 من القوة الجوية في ملعب ميسان الأولمبي، وخسر من توك 3-0، من الشرطة 3-0، ومن نفط البصرة 2-1، ومن الزوراء 3-1، ومن الطلبة 1-0. هذه المباريات الثمانية التي خسر بها نادي نفط ميسان خلال مبارياته التي لعبها في دوري نجوم العراق، واليوم يبحث عن خطف النقاط الثلاثة من خلال هذه المباراة. لذلك لا زلنا نترقب ونشاهد هل ينجح نادي نفط ميسان ويعود للديار بثلاثة نقاط، أو يتقاسمون نقاط هذه المباراة ما بين نوروز الذي يسعى لتحقيق 3 نقاط لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية بهدفين. هدف مرت الكرة هنا إبراهيم توميو يلعبها من إبراهيم لمروان، وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية. استمر ندية هذا اللقاء بهذه الإثارة وبهذه المحاولات المستمرة لندية اللقاء بمتعة المباراة. نعم، ذكرنا مباراة الذهاب التي انتهت بين الفريقين تعادل بهدفين مقابل هدفين. شاهدنا الإعادة يوم سجل إبراهيم توميو ومرتضى هديب وعلاء الدين الدالي سجل لنفط ميسان، ورامي الوثماني طرد بتلك المباراة التي جمعت الفريقين، وأيضا علاء الدين سجل هدفين بهذه المباراة، مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين. أحمد سعيد كذلك أيضا سجل هدف في تلك المباراة. لا زلنا نترقب ونشاهد أحبتي حتى الآن الأهداف غائبة عن أحداث مباراة اليوم. هل سيأتي هدف بهذه المباراة بهذا الأداء؟ هنا لستار ياسين، يحاول ستار المرور لستار ياسين، ضرب ستار، مرت الكرة يا ستار تنقطع من إبراهيم وعدت. لا زالت الأمور مستمرة بهذا الحال وبهذا التعادل، لا شيء نفط ميسان ولا شيء نادي نوروز. من يكسب النقاط الثلاثة لمباراة اليوم؟ شاهد هناك بعد التدخل بالكرة الماضية للاعب بنيامين واللاعب إبراهيم بهذا التدخل، وكانت هناك صافرة لحكم المباراة. هذه الأخطاء مرفوضة، مثل هكذا مباراة وبطاقة صفراء كانت حاضرة من حكم اللقاء بعد التدخل مع اللاعب بنيامين أكور. نعم، 35 دقيقة مضت على أحداث الشوط الأول والتعادل لا زال مستمر بهذه المباراة. أحبتي، نادي نوروز كذلك عنده مباراة مؤجلة أمام نادي الطلبة، ولا زلنا نشاهد. هو لعب 29 مباراة، فاز ب 12 مباراة وتعادل ب8. حقق الفوز على الزوراء 2-0، وعلى أمانة بغداد 2-0، على كربلاء 3-0، وعلى نفط البصرة 1-0، وأيضا فاز على نادي نفط 3-1، على نادي القاسم 1-0، 4-0 على نفط الوسط، 4-2 على كربلاء في مباراة الإياب، 3-2 على أمانة بغداد، و4-1 على الميناء، 2-1 على نادي القاسم في مباراة الإياب، و4-3 على نادي نفط الوسط. نتائج كبيرة بالنسبة لنادي نوروز هذا الموسم قدمها، ومباريات جميلة وبنتائج أيضا كبيرة ورائعة. فاز بنتيجة 4 ب3 مباريات،
فاز على نفط الوسط ذهابا وإيابا برباعية، مرة 4-0 ومرة 4-3، وفاز 4-2 على نادي كربلاء، بينما تعادل بأكبر نتيجة بأكبر تعادل 4 أهداف مقابل 4 أهداف أمام نادي الشرطة. تعد واحدة من أكبر النتائج التي حضر فيها التعادل ب4 أهداف مقابل 4 أهداف. هذه عادتنا الكرة بوسط الملعب وتستمر لنادي نفط ميسان. نفط ميسان أمام نوروز بملعب السليمانية يبحثون عن هدف. هنا التمريرة عادت بوسط ملعب، سامويل يلعب هذه الكرة، عادت لسواليو. سواليو يحاول الآن من سواليو والتمريرة للأمام. بنيامين أكور يأتي الإبعاد من ستار ياسين. ستار والارتقاء يأتي والإبعاد من سواليو. غادرت أرضية الملعب يا سواليو. ستار ياسين من ستار ياسين لاعب لأمانة بغداد، واحد من اللاعبين المميزين، وتنقطع هناك الكرة لموسى عدنان. حاول موسى وحكم المباراة يطلب استمرار إطلاق من سامويل، وهناك عدت كرة من معروف تلعب لبنيامين أكور. بنيامين يحاول وأحمد خالد بالملاصقة الفردية، بينما ستار ياسين يأتي من الخلف ليخطف الكرة من اللاعب بنيامين. لا زالت بين ستار وبنيامين وحتى غادرت أرضية الملعب. ستار بذكاء أبعد الكرة لترتدم ببنيامين أكور وتغادر أرضية الملعب لتصبح هناك بركلة مرمى لنادي نوروز. لا شيء لنوروز ولا شيء لنفط ميسان. جومان أحمد محمود هو من يحمي عارين نادي نوروز. تلعب من رامي الوسماني. إبراهيم لستار، عادت لبنيامين أكور. بنيامين يحاول العبور. بنيامين يخطأ بالتمرير وتعود الكرة إيفاني بوسط الملعب. هناك بنقلة من إيفاني يلعبها لموسى عدنان. يحاول العبور الآن موسى عدنان ليمر الكرة لأوليفيرا. أوليفيرا البرازيلي وموسى عدنان. الاحتفاظ بالكرة تحت أقدام موسى، وهناك سجاد يحاول بأن يلعب الكرة لجعفر ناصر، لكن هنا الكرة قريبة من بنيامين أكور. طالت على بنيامين أكور وغادرت أرضية الملعب. هذه تعود لستار ياسين مرة أخرى. ستار يحاول العبور بهذه الكرة، إذا عبد وإذا مروان يلعبها لموسى عدنان. تتهيأ أوليفيرا، سدد بهذه الكرة من أوليفيرا ولكنها غادرت أرضية الملعب. يا أوليفيرا ضاعت وعادت مرة أخرى للكتيبة البيضاء لنادي نوروز. هم يحاولون، هم يبحثون عن هدف. إبراهيم لأوليفيرا، هل تكون هنا العرضية؟ وهنا التسديدة وحسين يبعث. حسين عامر أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت من حسين عامر. شاهد حتى الآن التعادل مستمر ما بين الفريقين بمباراة اليوم. هو بهذه المباراة هنا التقدم. هناك إبراهيم وتنقطع لتعود بأقدام اللاعب جعفر ناصر. يحاول أن يقود هجوم لمصلحة نادي نفط ميسان. يلعبها بذكاء للأمام لحيدر عبد الرحيم. وين المتابعة؟ وين يا حيدر عبد الرحيم؟ يا بنيامين أكور. بعد تلك التمريرة من جعفر ناصر انقطعت لتعود هنا بوسط الملعب. لا زالت مستمرة لتستمر. وهنا المحاولة من أحمد خالد يحاول الآن من أحمد لستار. ستار يلعبها وتتهيأ ليأتي الإبعاد، تتخلص بوسط الملعب. هناك لحيدر مرة أخرى. حيدر يلعب على الزميل، يعيد الكرة بوسط الملعب من سامويل. يلعب هذه الكرة وهناك من سجاد مرة الآن. ولا زالت المحاولة قائمة لمصلحة نادي نفط ميسان. جعفر ناصر يلعب هذه الكرة وهنا العرضية والإبعاد، تتخلص وتغادر أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. ديار يا أخي أبعد هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أبعدها ديار يا أخي، غادرت أرضية الملعب. فكل شيء مستمر بندية هذه المباراة، والتعادل لا زال قائم بمباراة اليوم. لا شيء لنادي نفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز. النقاط الثلاثة لمن ستكون بمباراة اليوم. يأتي الإبعاد. هنا محاولة بوسط محمد دلاور يلعبها، وهناك ملاحقة
من اللاعب اوليفيرا، بينما عادت لامجد. امجد يلعب هذه الكره من امجد، تلعب من سواليو، سواليو لسجاد، سجاد بوسط الملعب، تمريره طالت هناك لجعفر وعادت مره اخرى. حسين يبعد هذه الكره للامام من حسين، تتخلص وتعود ايفاني بوسط الملعب. شاهد هنا الدوران وبتمريره مرت ولا زالت هي مستمره. احمد وهنا من دلاور العرضيه لستار بالراس، هي هذه كره ستار لمروان، مروان لموسى عدنان، مروان وموسى عدنان، بينما هنا ياتي الابعاد من اللاعب معروف يوسف. ابعدها معروف يوسف، ابعد الكره الماضيه. تحدي كبير بهذه المباراه باصرار لاعبي نادي نوروز والوصول لمرمى الحارس امجد رحيم، لكنهم حتى الان لم ينجحوا بالتسجيل لاي كره من الكرات التي مضت، وكذلك نفط ميسان بعد عده محاولات لم يتمكنوا من النجاح بتسجيل اي هدف خلال هذه الدقائق التي مضت، ولا زالت الامور مستمره حتى الان بالنتيجه البيضاء. فعدت الان، هذا هو اوليفيرا يحاول على البرازيلي، من اوليفيرا تنقطع وتعود الكره معروف هناك لجعفر ناصر. الان بهذا الهجوم لمصلحه نفط ميسان، هل يغير معادله المباراه من 0-0 الى 1-0؟ وما زالت الكره لجعفر ناصر، يحاول جعفر يعود مرة أخرى. انقطعت، هذا الشاب الأكثر تحركا بهذه المباراة حتى الآن وعادت لأمجد. كان من الممكن أن تعدي بالكرة الماضية يا جعفر ولا تعود للخلف. ضاعت، غادرت أرضية الملعب، الكرة غادرت أرضية الملعب. شاهد حتى الآن المباراة مستمرة، وهنا الكرة تلعب بالراس، تتهيأ لتعود من إيفاني، من إيفاني بوسط الملعب، تمريرة إيفاني، عادت هناك لإبراهيم، إبراهيم توميو تنقطع، سواليو يحاول مدرعة نفط ميسان، يلعبها هناك للأمام لجعفر ناصر، ومحاولة الهجوم لمصلحة نفط ميسان لأبناء العمارة. عدت والكرة لبنيامين كور، هي هذه كورة، ولكن هنا الخروج للحارس شومان. هي الكرة بنيامين الكور، كان عليك من البداية يا بنيامين، أنت من تفعلها قبل أن تهيأ هذه الكرة يا بنيامين. الكرة هناك سقوط أحد اللاعبين على أرضية ملعب جعفر على ما يبدو. سلامة لجعفر ناصر، ضاعت هذه التمريرة الرائعة من جعفر، هي هذه الكرة بالراس لحيدر عبد الرحيم، لكن خروج الحارس نعم وتمركزه بمكان سليم، ويخرج قبل أن تصل الكرة لحيدر عبد الرحيم ويخطفها من أمام حيدر لينقل مرمى فريقه. سلامة لجعفر ناصر. نفط ميسان بدأ يتحرك بسلاسة وبمرونة هذا اللاعب الشاب وبهذه التحركات الجميلة. هل يتمكن من تسجيل هدف أول خلال أحداث هذا الشوط وهذه اللحظات المتبقية من عمر الشوط الأول؟ سيكون الهدف لصاحب الأرض أو ينتهي هذا الشوط بالتعادل ما بين الفريقين؟ نعم، شوط متساوي بالأداء وبالهجمات وبالمحاولات التي مضت، خالي من الأهداف. ربما في الشوط الثاني سيكون هناك تكتيك للمدربين قيادة الكابتن نزار محروس، وجعفر ناصر يترك أرضية الملعب. جعفر ترك أرضية الملعب. السلامة لجعفر إن شاء الله. ملعوبة الكرة من ديار يا أخي. 3 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول أحبتي، وما زلنا نشاهد حتى الآن التعادل مستمر ما بين نفط ميسان ونادي نوروز. عادت الكرة بوسط الملعب وهنا نقلة للأمام تستمر ويأتي الإبعاد. سواليو قريب، هنا سواليو يلعبها لسامويل، سامويل يتراجع بهذه الكرة. سامويل هل يمررها من سامويل لبنيامين كور، بنيامين عد، بنيامين لحيدر عبد الرحيم، هل يستغل هذه الفرص حيدر عبد الرحيم؟ وهنا العرضية والكرة بالراس، غادرت أرضية الملعب. نعم غادرت أرضية الملعب بعد الاشتراك في الكرة الماضية، وتمريرة كانت رائعة. حيدر حاول، شاهد هنا العرضية الجميلة من
اللاعب حيدر عبد الرحيم، ولكن ارتقاء وابعاد المدافع للكرة الماضية. ديار خلصها نفط ميسان. بهذه اللحظات اخطر من محاولات نادي نوروز، وحيدر كذلك سقط ارضا ويشكو من اصابه. سقوط لاعبين نفط ميسان واحدا تلو الاخر. السلامه لكل اللاعبين. لا زلنا نشاهد احبتي، هل سينهض حيدر ام هناك دلاور يبدا اعتراضا؟ وحكم المباراه يقول تراجع يا محمد بعد هذه العرضيه. حيدر سقط ارضا، التوت قدم اللاعب حيدر على ما يبدو، كان هناك شد عضلي للاعب. ينهض الان ليكمل ما تبقى من احداث الشوط الاول من الوقت الاضافي، والركنيه لنادي نفط ميسان. علاء سعد هو على التنفيذ. علاء سعد على التنفيذ بهذه الركنيه. بهذه اللحظات المتبقيه ملعوبه الكره، هناك لتعود حسين لعلاء، يلعبها مره اخرى رامي الوسماني. هي هذه الكره وبهذه التمريره انقطعت، هناك لتعود مره اخرى. يلا الان من جعفر ناصر، حاول مر العبور والعرضيه تاتي من جعفر ناصر، لكن ابعاد من ستار ياسين. عادت هناك لسامويل وانقطعت من محمد. لتعود مره اخرى خطيره لنفط ميسان. بهذه اللحظات بنيامين كور يحاول ان يعدي على اللاعب ستار، وهناك صافي خطأ على اللاعب ستار بالكرة الماضية. سلامة اللاعب بنيامين كور، وتدخل ستار ياسين بالكرة الماضية مع اللاعب بنيامين. شاهد اعترض طريق اللاعب وسقط بنيامين خارج منطقة ال 18. نعم، ويكسب خطأ هنا بمكان خطير. هل يستفيد نفط ميسان من هكذا أماكن؟ ركلة حرة مباشرة. بهذه اللحظات من ينجح بتسجيل الهدف الأول؟ علاء سعد. هل يفعلها علاء؟ نشاهد أحبتي علاء سعد هو على التنفيذ. علاء سعد على التنفيذ. لهذه الكرة ثابتة لمصلحة نادي نفط ميسان باللحظات الأخيرة المتبقية من أحداث الشوط الأول. وعلاء سعد على التنفيذ، ملعوبة من علاء وبعيدة لخارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب يا علاء سعد. شوط أول على ما يبدو سينتهي بهذا الحال، بهذا التعادل ما بين الفريقين. هذه الإعادة كرة اللاعب علاء سعد التي غادرت أرضية الملعب. نعم، مرت من الجميع وكانت بعيدة. وصافرة حكم المباراة حامد طالب تعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل سلبا ما بين الفريقين. لا شيء نفط ميسان ولا شيء نادي نوروز. أكيد سنعود ونكمل أحداث الشوط الثاني، ولكن أحبتي بعد الاستراحة القصيرة ما بين الفريقين.
Top! İlyas! اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي قنوات شبكه الاعلام العراقي، عوده معكم لنكمل احداث الشوط الثاني من مباراه اليوم. نادي نفط ميسان ونوروز بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل سلبا من دون اهداف، اتينا لمجريات هذا الشوط لقمه اكيد واحده من المباريات الممتعه، ولقاء هذا اليوم اكيد ستكون هناك مفاجآت في الشوط الثاني بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل سلبا ما بين الفريقين. نترقب ونشاهد هناك تغيير لنادي نفط ميسان. حيدر عبد الرحيم ترك أرضية الملعب وأشرك اللاعب عباس فاضل ترك بالشوط الثاني، وهناك صافرة وخطأ، صافرة لحكم المباراة الكابتن حامد طالب، ويساعده الدولي كرار عباس المساعد الأول حكم دولي دكتوراه تربية رياضية من بغداد صاحب التولد 1991، وكذلك أمير ناجح المساعد الثاني من النجف صاحب التولد 1988 مهندس كهرباء كالوريوس كهرباء، وكذلك أياد زاحم الحكم الرابع، والدولي يوسف سعيد هو حكما للفار، والدولي أمير داود كذلك مساعد الفار، ومقيم الحكام نجم عبود. نترقب ونشاهد أحبتي ولا زلنا ننتظر ما هي الخطة التي رسموها مدربي الفريقين لمجريات الشوط الثاني. نادي نفط ميسان يبحث عن هدف، حضر من ميسان ليلعب مباراته هنا بملعب السليمانية، ويواجه صاحب الأرض. هنا الكرة من محمد دلاوار إسماعيل وبالراس يأتي الإبعاد تتخلص، بينما نادي نوروز أمام جماهيره يبحث عن هدف أول من خلال مباراة اليوم. لا زالت الأهداف غائبة عن هذه المباراة، فمن يتمكن من التسجيل لهدف بهذه المباراة تنتظر ونشاهد حتى اللحظات الأخيرة ومن يسجل الأهداف بمباراة اليوم. ملعوب هذه الكرة للأمام، مروان حسين يأتي الإبعاد وتتخلص هنا لحسين، والإبعاد من سجاد، عدت الكرة بوسط ملعب علاء سعد يحاول، علاء سعد يتراجع، علاء الكرة من معروف أبعدها وسقوط اللاعب حسين عامر. سلامة للاعب حسين عامر،
شاهد حسين بعد ما تدخل بالكرة الماضية مع اللاعب مروان حسين، سقط أرضا. تدخل اللاعب مروان حسين مع اللاعب حسين عامر، هذا المدافع لمنتخبنا الأولمبي. سلامة لحسين، واعتذار مروان من حسين بروح رياضية. نشاهد مروان نعم، وهناك صافرة لحكم المباراة. لا شيء لنفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز. نوروز يبحث عن 3 نقاط بمباراة اليوم، ونفط ميسان كذلك يطمح لخطف النقاط ال3 بهذه المباراة. من ينجح، نفط ميسان أو نادي نوروز؟ كما ذكرنا نادي نوروز في الموسم الماضي كذلك قدم مباريات كبيرة ونتائج طيبة وحقق نتائج إيجابية كبيرة، لكن بهذا الموسم خلال 29 مباراة لعبها عنده مباراة مؤجلة فاز ب 12 مباراة وتعادل ب8. نفط ميسان فاز كذلك ب8 مباريات وتعادل ب14 مباراة. هناك تصدي للكرة الماضية، عمان حتى الآن يتألم، يلعب هذه الكرة وتعود هنا بوسط الملعب، مستمرة بتمريرة للأمام، عدت وبالراس تتخلص، تعود بوسط الملعب. هنا نقلة، عادت الكرة من سجاد، يلعبها والي اللاعب معروف، يلعبها معروف يوسف، هناك باتجاه اللاعب نعم من يحاول جعفر الآن، ولا زالت مستمرة. هذا عباس فاضل يلعب الكرة ومرت الآن، هي عدت من رامي الوسماني والإبعاد من محمد دلاور. أبعد الكرة الماضية لتعود أخرى. نفط ميسان نعم بالكرات المرتدة أخطر من نادي نوروز، وبتلك المحاولات التي تشكل خطر على مرمى نادي نوروز. عدة محاولات حاول بها نادي نفط ميسان. هذا سجاد محمد، السجاد تعود الكرة هناك للمدافع أحمد الدياري. أخي تلعب أمامية قريبة من سواليو، ومروان يحاول أن يخطف الكرة. مروان البعض عن زميل مروان باتجاه اللاعب أوليفيرا، هذا هو أوليفيرا، كلاديو أوليفيرا البرازيلي هو من عدى، يحكي الإبعاد تتخلص وتعود هنا من معروف. معروف بوسط الملعب، معروف عدى بالوسط، وجعفر يحاول العبور بهذه الكرة، لكن هناك نقلة وصلت لبنيامين. بنيامين كور يلعبها لعلاء، علاء سعد، علاء سعد هو يدخل علاء، عدى على سعد، وحكم المباراة يقول انهض يا علاء، انهض يا علاء. معروف لعلاء، معروف والبعض عن علاء، من علاء لجعفر ناصر. جعفر ناصر الآن يحاول بهذه الكرة من الجهة اليسرى، جعفر ناصر تكون عرضية حاضرة والتسديدة لكنها غادرت أرضية الملعب. ركنية لنفط ميسان، الإبعاد كان حاضر من المدافع راستيكو فريق صالح. هذا المرور الجميل، هذا العبور من هذا الفتى جعفر ناصر، واحد من أصغر اللاعبين بصفوف نادي نفط ميسان، هو واللاعب سجاد محمد وعباس فاضل مواليد 2000. هذا اللاعب، هذه الكرة عدت أو 2002 فتعود مرة أخرى وتسديدة من مكان بعيد، هي بعيدة يا معروف يوسف، غادرت أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. شاهد تسديدات، شاهد محاولات. نفط ميسان يواصل بهذه الهجمات، يريد أن يفرض السيطرة بهذه المباراة ويسجل هدف. كما ذكرت دائما ما ترى نادي نفط ميسان خارج الديار يقدم مباريات كبيرة، يقدم مباريات جميلة، وأحيانا يأتي بالنقاط ال3 بالفوز أو يتعادل، لن يخسر بسهولة خارج أرضه. فعدة مباريات لعبها خارج أرضه، حقق الفوز ب6 مباريات خارج أرضه، خسر 4 مباريات وتعادل ب7. نعم، هذا يعني فوزه خارج أرضه أكثر من الخسائر التي تلقاها خارج أرضه. فهو بأرضه لم يفوز إلا بمباراتين، هناك بملعب ميسان الأولمبي عادة، ومحاولة مستمرة. يلا جعفر ناصر سدد بهذه الكرة ويحكي الإبعاد لتعود مرة أخرى بالراس. غياب علاء الدين الدالي مهاجم الفريق كان يشغل المدافعين، وهذه الكرة لابد أن يكون هناك
حلول للمدرب والكادر المساعد. يجب كذلك زج اللاعب علي لطيف لكي يكون عامل لأن يشغل المدافعين بهذه اللحظات عند علي لطيف وعند كوكو بعد اشراك اللاعب عباس فاضل. هذه الحلول المتبقية بالنسبة لكادر نادي نفط ميسان، الكابتن علي عبد الجبار، الكابتن ضياء سالم ومخلد علي. هذه الكرة عادت هناك بنقلة وصلت، لابد أن يكون الضغط، فنفط ميسان هو حتى الآن خارج أرضه وما زال يقدم أداء جميل. ما ينقص المباراة هو تسجيل هدف. نوروز كذلك بعد أن زج بكل بطاقات هجومية منذ الشوط الأول. دائما ما ترى الكابتن نزار محروس يشرك هؤلاء اللاعبين لتغيير نتيجة المباراة، لكن اليوم بهذا الرباعي تجده في خط الهجوم مروان حسين وابراهيم توميو واوليفيرا وعمر وعفوا اللاعب موسى عدنان، هم في خط الهجوم هذا الرباعي جهة اليمنى واليسرى، وبخط الهجوم هناك بعمق الملعب، لكن لن يسجلوا أي هدف. هذا واشتراك مروان مع الحارس أمجد رحيم باللقطة الماضية. عادت الآن وتمريرة طويلة، هذه الكرة تصل هناك بهذه المحاولة، عدت لتعود مرة أخرى، بينما هنا كرة عدت لأمجد رحيم، وصلت لأمجد رحيم. نعم الكرة الماضية لا شيء نفط ميسان ولا شيء نوروز حتى الآن. استمر للدقيقة اللقاء. شاهد هنا الإعادة من موسى عدنان، ولكن وصلت لأحضان الحارس متمركز بمكان سليم أمجد رحيم. محاولة العبور وتمريرة أوليفيرا لموسى عدنان بطريقة جميلة، لكن أمجد رحيم يتألق. هذا الحارس تألق مع نفط ميسان بالعديد من الكرات بالعديد من المباريات، نعم، وكذلك حتى تحصل على أفضل حارس في الجولة وأفضل حارس في المباراة لأكثر من مباراة. لازلنا نشاهد تيرا وبافور الاثنين، تيرا وبافور. الآن هذه الكرة من أمجد. يلا يا أمجد، كل شيء يمضي بهذه المباراة تحظتي، والتعادل قائم ما بين الفريقين. ملعوب الكرة، هذا أمجد وغادرت أرضية الملعب. محمد دلاور يلعب هذه الكرة وبالراس من محمد. الآن وصلت هناك التصدي والإبعاد، ارتدمت الكرة الماضية وعادت بالراس لتعود تتهيأ. هذا هو معروف يحاول من معروف يعيد الكرة معروف، وبهذه التمريرة لعلاء سعد. علاء مرت يا علاء سعد ولا زالت مستمرة للأمام. الكرة تصل هناك من محمد، يحاول بأن يقطع طريق راستيكو فريق من فريق وللأمام. طويل الكرة هناك براسية من حسين، يعيد حسين، وهنا أوليفيرا يحاول البرازيلي. أوليفيرا باتجاه إبراهيم توميو يعدي توميو، يلعبها لأوليفيرا، تتهيأ لمروان حسين ولا زالت من مروان إيفاني وتعود هناك لموسى، يحاول أحمد والعرضية وصلت هناك إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب، هذه كرة غادر أرضية الملعب. ستار ياسين بالمحاولة التي مضت. شيء مستمر من ندية هذا اللقاء، إلا الأهداف غايبة حتى الآن. أحبتي المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، ولحساب الجولة 31 من دورينا نفط ميسان في ضيافة نادي نوروز، والتعادل مستمر حتى هذه اللحظات. لا شيء لصاحب الأرض والجمهور ولا شيء للفريق الضيف نفط ميسان.
جهات المدربين. شاهدنا تكتيك المدرب نزار محروس وتكتيك المدرب علي عبد الجبار. قام بتغيير اللاعب حيدر عبد الرحيم وزج باللاعب عباس فاضل. وهنا جعفر ناصر يحاول جعفر ناصر، بل انقطعت هنا الكرة. عادت مرة أخرى بوسط الملعب. أحمد يحاول من أحمد لمروان وانقطعت الكرة من علي. علاء مستمرة يا علاء بتعود من حسين، وهناك بنقلة من سجاد للجهة اليمنى. عباس فاضل، عباس فاضل يحاول من عباس فاضل. مرت الكرة وهنا العرضية. رامي هو من يعتمد على اسلوب رامي لعباس، ولا زالت مستمرة يا عباس. انقطعت للستار ياسين اللاعب الأكثر خبرة في صفوف نادي نوروز رفقة مروان حسين. هذا سواليو غادرت أرضية الملعب ستار. يعيد الآن أحمد خالد. من أحمد ينتظر والكرة لا زالت بوسط الملعب لتعود مرة أخرى. شاهد عادت الكرة من راستيكو فريق دلاور يحاول، بينما هنا صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة والخطأ، والمباراة لا زالت مستمرة بهذه الندية وبهذا الاسلوب وبهذا التعادل. محبتي لا زلنا نشاهد نفط ميسان يبحث عن هدف لكي يتقدم بالمباراة ونادي نوروز. هناك خطأ. صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ. التعادل سيطر على أحداث المباراة. دلاور يعترض. لقطة الماضية. ونحن نشاهد الآن غضب الكابتن علي عبد الجبار، وعلى التنفيذ جعفر ناصر. جعفر ناصر على التنفيذ، يلعب جعفر ناصر وكرة ارتدت هنا بالراس وعادت مرة أخرى. تستمر هذه الندية وهذا الإصرار بالوصول لمرمى نادي نوروز بالبحث عن هدف يجعل واحد من الفريقين يتقدم في هذه المباراة. وهل يكون الهدف لمصلحة نفط ميسان أو لمصلحة نادي نوروز؟ لا نوروز حاضر في المباراة ولا نفط ميسان حاضر. نعم الأهداف غائبة الأهداف حتى الدقيقة 60 من أحداث المباراة. جانبية لنفط ميسان، ملعوبة كرة تماس وبالرأس يأتي الإبعاد. خلص هناك محاولة العبور. توميو يخطف هذه الكرة وغادرت أرضية الملعب. تتخلص من رامي الوسماني، أبعدها من أمام هذا اللاعب إبراهيم غازي توميو. إبراهيم توميو حاول الكرة بوسط الملعب. إيفاني وتعود لستار. يتركون هذه الكرة لمحمد دلاور وجعفر ناصر أمام دلاور لإيفاني بوسط الملعب. إيفاني لتوميو يعيد الكرة مرة أخرى. هناك معروف يحاول سامويل ولكن انقطعت وعادت لنادي نفط ميسان بإقدام اللاعب عباس. يعيد الكرة عباس للخلف رامي لعباس. عباس يتراجع ويعيد الكرة رامي يعيد الكرة لأمجد. أمجد لسواليو العاجي يلعب سواليو. هناك لسامويل وصلت والكرة من صامويل لعباس. يحاول الآن رامي العبور بهذه الكرة وهذه التمريرة عدت وطالت على عباس بينما قريبة هي من اللاعب أحمد. يحاول الآن أحمد ديار يا أخي خلصها. هو أحمد خالد هو من تعرض للكرة الماضية وأبعدها من أمام لاعب. هنا التغييرات ستكون لنادي نوروز. أكيد موسى يترك أرضية الملعب وكذلك ستكون تغييرات المدرب. يسجل اللاعب ستيفن بافور بهذه اللحظات. وأيضا اللاعب ويكتون دا سيلفا البرازيلي
إبراهيم ترك أرضية الملعب. إبراهيم وموسى عدنان وستيفن بافور يشرك الآن، وأيضا ويك دون دا سيلفا يشتركون بهذه اللحظات مع نادي نوروز، والبحث عن الهدف مستمر بهذه المباراة. هذه عدت والتيكون تايرا دا سيلفا عند 10 مباريات، لعب 7 مباريات أساسي مع نادي نوروز و3 مباريات احتياط، وأيضا تلقى البطاقة الصفراء ب3 مباريات، لم يسجل أي هدف حتى الآن مع نادي نوروز. تايرا ويكتون تايرا سيلفا البرازيلي وسقوط اللاعب. هذه الكرة الماضية بعد التدخل هذه جماهير نادي نوروز الحاضرة والمساندة لنادي نوروز، بينما يترقبون وينتظرون هدف بهذه المباراة أو نقاط 3 تكون بمباراة اليوم، لكن النقاط حتى الآن غائبة عن أحداث المباراة، لم تكن بجعبة المدرب علي عبد الجبار ولا بجعبة المدرب نزار محروس. وما زلنا نترقب نعم ونتمعن بأحداث المباراة وننتظر من يفتتح التسجيل ومن الذي سيسجل أول أهداف المباراة. هذه الكرة أي شباك ستزوح، هل شباك نفط ميسان أو شباك نادي نوروز، بعد ما ذكرنا نتائج الفريقين ومواجهات الفريقين وانتصارات الفريقين والنتائج الكبرى التي حققوها خلال هذا الموسم. ذلك نفط ميسان ذكرنا له أكبر نتيجة فاز بها هذا الموسم هي 4-0، وأكبر نتيجة خسر بها هذا الموسم هي أيضا 4-0. من القوة الجوية خسر 4-0 وفاز على الطلبة 4-0، لما خسر من الشرطة 3-0، من الزوراء 3-1. هناك عدت الموسم الماضي تلقى أكبر خسارة من النجف 5-2، ومن الزوراء 3-1، ومن تهوك 3-1، من الشرطة 3-1، من أربيل 3-1، من الصناعة 3-1. هذه النتائج القاسية التي تلقاها في الموسم الماضي، بينما حقق أكبر فوز هو على نادي القاسم 3-1. الموسم الماضي احتل المركز التاسع، بينما بهذا الموسم لا زال يحتل المركز العاشر بسلم الترتيب من دوري نجوم العراق. عدت الكرة ولا زالت مستمرة. سواليو تدخل بالكرة الماضية وتعود مرة أخرى قريبة الكرة لمصلحة نادي نوروز. هناك العرضية وصلت ويأتي الإبعاد، وهناك محاولة مستمرة. ستيفن بافور لعب لنادي النجف، لعب لنادي الكرخ، وهذه العرضية هنا بالراس تتهيأ الكرة وجميع الأمور، ولكن معروف أبعد الكرة، معروف أبعدها، معروف يوسف أبعد الكرة الماضية. نفط ميسان أمام نادي نوروز، فهل يعود للديار ويتحذر نعم من الهجمات المرتدة والمحاولات الخطيرة؟ شاهد هنا عدت أوليفيرا، يلعب الدلاور، ومن أوليفيرا وصلت يمجد أمجد 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 رحيم منقذ للكثير من الكرات والكرات المحاولات الخطيرة التي وصلت لمرمى هذا الحارس. سلامة لسواليو. نعم شاهد هذا المرور، هذا المرور حسين عامر وسجاد أبعدها، لكن وصلت ومرت من الجميع، لا إلا أمجد كان متواجد بمكانه سليم يتصدى لكرة اللاعب أوليفيرا، واحد من هدافين نادي نوروز. هذا اللاعب عنده 6 أهداف مع نادي نوروز هذا الموسم. سواليو كابتن الفريق، غيابات عديدة بصفوف نادي نفط ميسان بسبب الإصابة. سجاد جبار، حسين مطر، أكرم رحيم، علي خلف، كذلك علاء الدين الدالي هداف الفريق صاحب ال 17 هدف مع النادي. غياب علي حلو، حسن نجم، وحسين علي، هذه الأسماء، وأيضا عديد من الأسماء هي غايبة عن نادي نفط ميسان. عادت تعمل إدارة نفط ميسان جاهدة من أجل أن يرتقي الفريق بسلم الترتيب
ودائما ما ترى الإدارة مساندة للكادر التدريبي واللاعبين وكذلك المكتب الإعلامي برفقة الزميل العزيز حسن سالم والأخوة أحمد الكناني. دائما ما تراهم متعاونين بجلب المعلومات وإيصال المعلومات لنا. نعم، عندما تكون الغيابات بالفريق بجهود مشكورة، وكذلك إدارة نادي نفط ميسان المتمثلة برئيس الهيئة الإدارية الكابتن أحمد سالم والأخوة في الهيئة الإدارية يعملون جاهدين من أجل أن يرتقي الفريق بسلم الترتيب ويقدم مباريات جيدة. وكذلك نادي نوروز الذي يقدم معطيات كبيرة خلال مبارياته بهذا الموسم. نعم، مع المدرب نزار محروس، وشاهدنا نعم حرص الكابتن الذي قدم استقالته ولي كريم ولحبه الذي استمر ل3 مواسم مع نادي نوروز ومعطياته الكبيرة. عدت الكرة طلب بالكادر المساعد من مدرب اللياقة والمساعد بأن يبقوا مع الكابتن نزار عندما استلم مهمة التدريب، وهذه الكرة عدت وغادرت ترضية الملعب لحين ما يتعرف على اللاعبين. وكذلك هذه بتوصيات مشكورة من الكابتن ولي كريم عندما قدم نتائج طيبة مع نادي نوروز. هذه الإعادة هذه التسديدة التي غادرت أرضية الملعب. شاهد كل شيء مستمر حتى الآن بندية هذه المباراة، والتعادل مستمر من دون أهداف. لا شيء لنادي نفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز. علي عبد الجبار بماذا يفكر؟ أمجد رحيم يلعب أمجد من أمجد رحيم، والكرة طويلة هناك للأمام. عدت هذه الكرة قريبة الآن بوسط الملعب. إيفاني يلعب هذه الكرة من إيفاني، ولا زال الصراع ما بين اللاعب معروف وإيفاني. تتخلص سجاد، يأتي الإبعاد ستيفن بافور بالكرة الماضية، وعادت الكرة قريبة من محمد دلاور يلعبها لمروان، يتراجع بهذه الكرة للاعب هذا أوليفيرا، يتراجع للخلف ويعيد الكرة لأحمد خالد، من أحمد خالد، والكرة من ديار يا أخي راستيكو فريق يوصل الملعب لإيفاني. إيفاني يلعبها، تتهيأ تنقطع وتعود هناك بنقلة لنادي نفط ميسان، ولا زالت الأمور مستمرة بهذه النتيجة البيضاء ومحاولة نفطية. عدت هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ للاعب بنيامين كور. نعم خطأ، وبعد التدخل بالكرة الماضية خطأ على اللاعب أحمد خالد. لا هناك خطأ، وخطأ متعمد من اللاعب أحمد خالد. هذه الكرة عادت، هنا المحاولة لجعفر يلعبها، جعفر ناصر مر من الجميع والإبعاد حاضر. نعم عيدت من محمد دلاور. دلاور هذا المدافع تارة ترى في خط الهجوم أو جناح أيمن أو مدافع، ودائما ما ترى نعم يقلص الفارق لنادي نوروز. تلعب الكرة هنا بالراس، تتهيأ وتعود مرة أخرى، هي تتخلص هناك لعباس فاضل. عباس فاضل من عباس، هل تلعب الكرة بالسامويل؟ سامويل يلعبها ومرت الكرة بتسديد من مكان بعيد، غادرت أرضية الملعب. غادرت يا عباس، هذه الكرة غادرت أرضية الملعب. تسديدة عباس فاضل. شاهد من الإعادة لتسديدة اللاعب عباس فاضل التي غادرت أرضية الملعب. علي لطيف بدلا من اللاعب علاء سعد سيشترك الآن. نعم علي لطيف وخروج اللاعب علاء سعد، لاعب للصناعات الكهربائية. علي
لطيف وهذه الكرة للأمام وغادرت أرضية الملعب. لازلنا نشاهد الآن ملعوبة الكرة وبالراس تتخلص تعدي. هناك حتى مرتب استمرارية اللعب، ما زالت الكرة هناك من علي وعدت لتعود من عباس، هناك لتنقطع من اللاعب دا سيلفا البرازيلي، يلعبها من البرازيلي ويكتون البرازيلي، ولا زالت الكرة هناك من اللاعب سامويل باها يعيد ليوصل ملعب سواليو من سواليو، عادت مرة أخرى الكرة قريبة من حسين عامر ينتظر حسين عامر يلعب الكرة لسجاد، من سجاد ولي خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب يا سجاد. مستمرة هذه المحاولات، لا شيء حتى الآن في المباراة. نعم، لا أهداف ولا إثارة، والبحث عن الإثارة ربما بالتسديدات التي تواجه المرمى. الشوط الأول كان أفضل من ناحية الأداء، من ناحية الوصول لمرمى الفريقين. شاهدنا تسديدات وتقدم نفط ميسان بأكثر من كرة، شاهدنا المحاولات التي استمرت من لاعبين نادي نوروز بالضغط على مرمى الحارس أمجد رحيم، لكن الشوط الثاني أداء متواضع. ما يبدو بهذا الأداء الاثنين يريدون الحفاظ على نتيجة التعادل. لابد أن تكون هناك المنافسة والطموح والإصرار. عندما يكون الطموح حاضر والبحث عن نقاط ثلاثة، فهذا أكيد هو يعطيك الأفضلية دائما بأن تتقدم في المباراة، لا تتراجع ولا تلعب بأسلوب الدفاعي. هذه الكرة مرت هنا لمصلحة نفط ميسان، عدت الآن محاولة من سجاد يلعبها ولكن تنقطع وتعود مرة أخرى بوسط الملعب. ديار يلعب هذه الكرة بوسط الملعب. محمد دلاور، راستيكور لمحمد دلاور يلعب هذه الكرة لمروان، يتراجع أوليفيرا يلعبها وانقطعت هنا الكرة لتعود حسين عامر، يلعبها من معروف لسجاد وغادرت أرضية الملعب. طالت على سجاد، الكرة الماضية غادرت أرضية الملعب، ولا زالت المحاولات مستمرة بهذا التعادل السلبي من دون أهداف. شيء مستمر. هل ستأتي الأهداف؟ من يفتتح التسجيل؟ نفط ميسان أو نوروز؟ صاحب الأرض والجمهور نادي نوروز يبحث عن هدف، مرت من الجميع، عدت ويأتي الإبعاد من سواليو بعطي. سواليو خلص الكرة الماضية، ولا زالت هنا الأمور مستمرة. بنيامين كور، هل يعدي؟ بنيامين بنيامين، لا يا بنيامين، لا يا بنيامين كور، ضاعت كرة الهدف عن نادي نفط ميسان. كما ذكرنا هذه التمريرة، هل كانت هناك الراية والتسلل؟ كان تسلل بنيامين باللقطة الماضية؟ لا، ولكن هو أضاع الكرة حتى وإن كان متسللا. بنيامين الكور، شاهد، عادت هناك نقلة. عباس فاضل يحاول الآن، عباس هو من سيدخل، هو من يعتمد على مهارته هذا اللاعب ومراوغته الفردية، لكن يستعيد الكرة هناك لرامي الوسماني. من رامي الوسماني وصلت الكرة لعلي لطيف. علي لطيف يلعبها لطيف، وما زالت من علي لسامويل أبهم. سامويل وهناك من علي باتجاه اللاعب عباس يستعيد الكرة سواليو لعلي مرة أخرى ومرة ثانية، مرت الآن، هي عدت وهذه تسديد جميل بعيدة. علي لطيف سدد بقوة وغادرت أرضية الملعب. تسديدة اللاعب علي لطيف، نعم، الأنوار كما ذكرنا بنفس التوقيت لعبت مباراة نادي الحدود ونادي الطلبة، والطلبة متقدم بهدفين
المقابل لا شيء على نادي الحدود. ومباراة نفط ميسان ونوروز لا زالت مستمرة بالتعادل من دون أهداف، فمن يفتتح التسجيل ومن يسجل أول أهداف اللقاء لهذه المباراة؟ هل نفط ميسان أو نادي الحدود؟ هذه الاستراحة القصيرة، وأيضا نفط ميسان مصر على تحقيق النقاط الثلاثة، ونوروز الذي يريد أن يصالح جماهيره من خلال بوابة هذه المباراة بعد ما خسر مباراته أمام نادي الحدود بهدفين لهدف. وذكرنا عند مباراة أيضا مؤجلة أمام نادي الطلبة، فهل يجمع النقاط ويلعب هذه المباراة بهذا التقدم؟ الشرطة سيلاقي نفط ميسان هناك بملعب ميسان الأولمبي في الجولة القادمة بحساب الجولة 32 من دوري نجوم العراق، ونادي نوروز سيلاقي نادي القوة الجوية نعم يوم الجمعة، سيواجه القوة الجوية الجمعة القادم، ونفط ميسان يوم الخميس يواجه الشرطة هناك بملعب ميسان الأولمبي. وبهذا الملعب القوة الجوية سيواجه نادي نوروز حساب الجولة 32 من منافسات دوري نجوم العراق. هي الآخر مرتضى على ما يبدو يشارك الآن، وإيفاني يترك أرضية الملعب. مرتضى هديب بدلا من اللاعب إيفاني هذا هو إيفاني ترك أرضية الملعب، ومرتضى هديب بهذه الدقائق المتبقية من أحداث المباراة يشترك الآن. ملعوب الكرة للأمام، هناك بتمريرة عدت وبالراس تتخلص لتعود بوسط الملعب، لا زالت مستمرة وأبعدت مرة أخرى. حسين سجاد صامويل يلعبها صامويل لرامي الوسماني، رامي باتجاه عباس فاضل، عباس يحاول ويعيد الكرة للخلف لسواليو، سواليو يلعبها سواليو للأمام، من سواليو لبنيامين كور، وهنا التسديدة من علي لطيف، لا هناك صافرة وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. علي لطيف وبطاقة صفراء على اللاعب ستار ياسين. شاهد الآن علي لطيف عند هدف جميل في شباك نفط الوسط تلك المباراة التي انتهت بهدفين دون رد مصلحة نفط ميسان. شاهد هنا هذه لقطة الإعادة بعد الإبعاد من المدافع ديار يا أخي، وبعد ما عادت الكرة وكان هناك التدخل بهذه الكرة، وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة، وأيضا كانت هناك بطاقة صفراء على اللاعب ستار ياسين. مصلحة نفط ميسان من على التنفيذ، هل ينجح نفط ميسان بهذه الدقائق التسعة المتبقية على نهاية أحداث المباراة؟ هل يعود لميسان بثلاثة نقاط أم يتقاسمون نقاط هذه المباراة ويبقى نوروز ونفط ميسان حبايب؟ من خلال مباراة اليوم نشاهد أحبتنا الترقب على التنفيذ سامويل بها وجعفر ناصر، هذا الثنائي على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة. صامويل على التنفيذ وجعفر ناصر. شاهد الآن صامويل بها الكاميروني وأمام النيجيري بنيامين وعلي لطيف، وكذلك جعفر ناصر، وتلعب الكرة من علي لكن ارتدت، وهناك عادت لتكون طويلة للاعب هذا معروف من معروف لجعفر، وهنا التسديدة من جعفر قطعت لتعود محمد دلاور، يلعبها طويلة للأمام هناك باتجاه لاعب مروان، هل يستعيد الكرة لكن
ومحاولة تستمر. عدت هذه الكرة ما فيها شيء، لا زالت بينما هناك صافرة وخطأ على اللاعب أوليفيرا بعد ما حاول الكرة الماضية. نادي أوليفيرا واحد من اللاعبين المميزين مع نادي نوروز، لكن تشاهد أوليفيرا اليوم لم يكن بالمستوى المطلوب بهذه المباراة، وحتى في المباراة الماضية أمام نادي الحدود بعد ما خسر من الحدود 2-1 عادت ونعم سجل الهدف إبراهيم غازي لنادي نوروز بتلك المباراة. هنا نقلة مستمرة، عادت راستيكو فريق يحاول الآن راستيكو فريق من راستيكو وسامويل بهاء، وهنا معروف يوسف يتدخل، وهذا هو محمد دلاور بينما الابعاد حاضر والكرة بوسط الملعب. عادت من دا سيلفا، ويكتون دا سيلفا البرازيلي، وتتخلص لتعود مرة أخرى محمد إسماعيل من دلاور. الكرة بوسط الملعب، نقلة لا زالت مستمرة ويأتي الإبعاد من ديار يا أخي، وكرة هناك بالراس تتخلص سواليو، أبعد سواليو أبعد الكرة الماضية. وهناك راية من المساعد لحكم المباراة الدولي قرار عباس. سلامة اللاعب راستيكو فريق سقط على أرضية الملعب. راستيكو فريق بعد التدخل بتلك الكرة يشكو الآن إصابة راستيكو. كل شيء يمضي بهذه المباراة والتعادل مستمر أحبتي بهذا اللقاء. نفط ميسان خلال 30 مباراة لعبها استطاع أن يسجل 32 هدف، بينما استقبل الشباكة 28 هدف برصيد 38 نقطة. وكذلك نادي نوروز سجل 47 هدف واستقبل الشباكة 36 هدف وبرصيد 44 نقطة. سلامة لراستيكو فريق لاعب الذي يشكو الإصابة ينهض ليكمل أحداث المباراة والدقائق المتبقية لأحداث هذه المباراة. لا شيء لنادي نفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز. نعم نوروز يعاني أمام نفط ميسان، والتعادل قائم حتى الآن بهذه المباراة، وما زلنا ننتظر، ما زلنا نشاهد. كرة للأمام طويلة مرت الارتقاء ويأتي الإبعاد، تتخلص لتعود مرة ثانية جعفر ناصر، والإبعاد حاضر، الإبعاد حاضر للكرة الماضية التي غادرت أرضية الملعب. نعم غادرت أرضية الملعب. شاهد الآن هو راستيكو فريق سجاد محمد يلعب التماس سجاد وبالراس تتخلص لتعود مرة أخرى من اللاعب أوليفيرا، يلعب هناك باتجاه لاعب ويكتون دا سيلفا، من دا سيلفا مرت هنا العرضية وهنا الراسية والإبعاد، تتخلص وصافرة لحكم المباراة وخطأ. بطاقة صفراء على اللاعب ستيفن بافور. البطاقة الصفراء، اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني يتلقى البطاقة الصفراء. ستيفن بافور تلقى البطاقة الصفراء. هذا اللاعب اشترك في الشوط الثاني، لعب هو للنجف، لعب لنادي الكرخ، وبعد هذا التدخل مع اللاعب سواليو شاهدون الإعادة أو مع اللاعب حسين عامر عفوا بالكرة الماضية، وتلقى بطاقة صفراء من حكم المباراة. شيء يمضي ويداهم أحداث اللقاء، والتعادل من دون أهداف هو المستمر بهذه المباراة. ندية الفريقين وأداء الفريقين، لكن النتيجة غائبة عن المباراة حتى الآن. الكرة عادت بوسط الملعب من سامويل لغاية الآن سامويل، والكرة لحسين عامر، من حسين تمريرا للأمام والإبعاد يأتي من ديار يا أخي، أبعد هذه الكرة. وهنا بوسط الملعب أوليفيرا تتهيأ الأمور وبنقلة من اللاعب معروف يوسف، معروف يحاول أن يلعب الكرة للأمام قريبة من ديار يا أخي،
نعم الابعاد بنفس الاسلوب للكره الطويله وتتخلص بالراس. هناك لمعروف اعاد الكره الى وسط الملعب، ولكن هنا براسيه للاعب محمد دلاور وغادر ارضيه الملعب بعد تلك الكره لم تصل للاعب دياريا. الشيء يستمر بهذا الاصرار، هذه العزيمه، لا شيء لنادي نوروز. سجاد محمد يلعبها سجاد، الابعاد راس لتلك الكره ومن سجاد يتخلص دلاور للامام يوصل الملعب. اوليفيرا هي هذه الكره ويج دا سيلفا يلعبها وهنا بالراس تمرت من الجميع وصلت، وامجد رحيم، امجد رحيم يتألق ويخطف الكره من امام اللاعب اوليفيرا. امجد رحيم ببراعه هذا الحارس يتصدى، لاعب هو لنادي زاخو. شاهد هذه الاعاده كيف وصلت لامجد رحيم. وباللقطه الماضيه اوليفيرا كان يطالب حكم المباراه باحتساب ركله جزاء، هل فيها شيء؟ لا، لم يكن هناك شيء بين اللاعب سواليو واوليفيرا، لكن على ما يبدو اوليفيرا اراد التمثيل باللقطه الماضيه وحكم المباراه كان قريب ولن يحتسب اي شيء لمصلحه اللاعب اوليفيرا. عادت الكره هناك من سواليو، سواليو لعباس فاضل، من عباس لسواليو بهذه التمريره وصلت الان عادت مره اخرى سين لسجاد، سجاد لمعروف، معروف لجعفر ناصر، جعفر ناصر حاول العبور، جعفر لسجاد، هنا العرضيه من سجاد محمد والستار ياسين، هيا الكره بنيامين كور يتدخل مع الحارس بعد التدخل بالكره الماضيه وخطا على اللاعب بنيامين كور باللقطه الماضيه. هنا عرضيه اللاعب سجاد محمد، هذه الاعاده يهب صدره اللاعب ستار ياسين وتدخل بنيامين كور الحارس. نعم وصلت قدم اللاعب بنيامين للكره لكن الحارس كان قريب وهي غادرت ارضيه الملعب. سلامه الحارس شومان احمد. كل شيء يمضي لنهايه احداث هذه المباراه احبتي، والتعادل المسيطر على هذه المباراه. لا شيء نفط ميسان ولا شيء لنادي نوروز حتى الان. ما زلنا نشاهد 4 دقائق كوقت اضافي ونلعب بالوقت الاضافي لهذه المباراه. دعونا نترقب ماذا يشير الان. ربما هناك فار. نعم بهذه اللحظات المتبقيه هل حكم الفار الكابتن يوسف سعيد هل يستدعي حكم المباراه في اللقطه الماضيه بهذه اللحظات المتبقيه من الوقت الاضافي؟ هل تكون ركله جزاء لنفط ميسان ام ماذا سيشير الكابتن حامد طالب، او يذهب ليتاكد بنفسه ليعطي قراره بهذه اللحظات المتبقيه؟ ننتظر ونترقب. شاهد الان والتعادل سلبا لا زال نعم يرافق احداث المباراه. يذهب ليتاكد بنفسه الكابتن حامد طالب اذا كان هناك قرار لحكم المباراه او اذا كان هناك فعلا بعد التدخل من الحارس واللاعب بنيامين كور التعادل رافق هذه المباراه خلال 90 دقيقه. شاهد هنا الاعاده، هل فيها تدخل، هل فيها ركله جزاء ام الخطا كان على اللاعب بنيامين؟ الحارس بعد ما تدخل واراد ان يعيق لاعب نفط ميسان لان لا يصل للكره قبل الحارس، والخطا تعاد لحكم المباراه لاكثر من مره كما ذكرنا.
نفط ميسان يبحث عن 3 نقاط، ونوروز كان يبحث منذ الدقائق الأولى عن 3 نقاط بهذه المباراة، لكن النقاط لم تكن حاضرة، وبالآخر إذا استمرت الأمور ستبقى هي بالتعادل ويتقاسمون نقاط هذه المباراة. ننتظر. نعم، يذهب ليتأكد من الحالة. ماذا سيشير حكم المباراة؟ ماذا سيقول حكم المباراة؟ نعم، يقول ما فيها شيء ويطلب استمرارية اللعب منذ البداية هذه الأمور، فلا تحتاج في حالة وأخرى أن نعود للفار إذا كان حكم المباراة واثق من قراره. نعم، ربما كانوا الزملاء بغرفة الفار كان هناك شكوك حول الكرة الماضية بعد مطالبة أيضا لاعبين نفط ميسان بأن يعود الحكم للفار، وهو عاد ليتأكد بنفسه ولم يكن هناك أي شيء. هناك خطأ. لازلنا نلعب بالوقت الإضافي المتبقي من أحداث هذه المباراة. تعادل، وأن تعود بنقطة إلى ميسان أفضل من لا شيء. عادت الكرة هناك للأمام، بالراس تتخلص مرة أخرى. هذه الكرة بوسط الملعب لمصلحة اللاعب جعفر ناصر. من جعفر ناصر يلعبها، تتهيأ الآن لسامويل، وهناك من رامي الوسماني. رامي يلعبها لعباس فاضل، من عباس فاضل تعود معروف لجعفر ناصر. جعفر ناصر هو من يحاول العبور بهذه الكرة للاعب عباس فاضل، يستعيد الكرة هناك لجعفر ناصر. هذا الثنائي جعفر يحاول، هل يمرر هذه الكرة من جعفر؟ ولا زالت مستمرة مرة أخرى، هي قريبة من جعفر لعباس. عباس بهذه اللحظات المتبقية من الوقت الإضافي يحاول الدخول هنا لمنطقة 18، هي بأقدام جعفر ناصر، وباللحظات الأخيرة نعم بتلك التسديدة الرائعة من جعفر ناصر سدد وغادرت أرضية الملعب. مرونة ومهارة وسرعة للاعب جعفر، يترك الآن أرضية الملعب وزج اللاعب كوكو بهذه اللحظات المتبقية. ترك الآن شاهدي الإعادة بين اللاعب جعفر عباس عندما سدد بقوة جعفر ناصر، لكن لم ينجح بالتسجيل بهذه المباراة، لا جعفر ناصر ولا علاء سعد ولا بنيامين أكور ولا عباس فاضل، وكذلك ولا حيدر عبد الرحيم. وأيضا لنادي نوروز لم ينجح لا أوليفيرا ولا مروان حسين ولا موسى عدنان ولا إيفاني ولا أيضا ويكتون سيلفا ولا ستيفن بافور. كلهم لاعبين مميزين للفريقين لم ينجحوا بالتسجيل أي هدف بهذه المباراة. إذن الشباك تبقى نظيفة وخالية من الأهداف. وهنا بطاقة ستيفن بافور عنده بطاقة صفراء، وأيضا البطاقة الصفراء على اللاعب سامويل بها تلقى البطاقة الصفراء بعد اعتراض اللاعب ستيفن بافور والتدخل بالكرة الماضية. هي لحظات متبقية عن أحداث النهاية لهذه المباراة. محمد دلاور على التنفيذ، ملعوب هذه الكرة وأمجد له يا أمجد، كادت أن تكون لنادي نوروز ولكنها ضاعت من مروان حسين، وخروج غير موفق باللحظات الأخيرة من الحارس أمجد رحيم، وكادت أن تسجل أول أهداف المباراة. هذه الإعادة نعم لم يحسن قراره الحارس أمجد رحيم بالكرة الماضية، أم كان هناك تدخل ودفع من اللاعبين نادي نوروز، وشاهد افتقد السيطرة ومرت، ولكن مروان سدد وغادرت أرضية الملعب. مروان ترك أرضية الملعب بهذه اللحظات، وإسماعيل أحمد بدلا من مروان يترك أرضية الملعب، وإسماعيل هو من يشترك بهذه اللحظات متبقية. وصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية اللقاء
بالتعادل سلبا من دون أهداف. لا شيء نفط ميسان ولا شيء نادي نوروز. إذا نفط ميسان يخطف نقطة ثمينة من ملعب السليمانية ويعود لميسان نقطة أفضل من لا شيء. وكذلك بعد هذا الأداء الذي قدمه الفريقين تبقى الأمور مستمرة بالتعادل، على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. تقبلوا تحياتي محدثكم حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.